رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي. تقريبا الآن أفضل طيران إلى تبليسي فلاي دبي، يعني فلاي دبي لا بأس بها. تقريبا يعني حلو مواعيدها في مطار دبي وحلو مواعيدها أيضا في مطار تبليسي. يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك. محمود ايش اسم المنطقة؟ قداولي. تبعد عن تبليسي ساعتين، قاعدين ناخذ فيها جولة. شوفوا جولة أوروبية ثلجية ربيعية في أروع مكان في تبليسي. طبعا أنا ودي والله أتزلج، لكن أخاف صراحة أتزلج، ما هو في سني، في سن الشباب. وإيش أوصف وإيش أقول وإيش أخلي؟ الثلوج تتساقط، الثلوج تتساقط. أول مرة أعيش في هذا الجو، في البياض هناك شيء خيال، جنة الدنيا. سبحان الله سبحان الله، الثلج يتساقط في الشلال، دنيا بياض ربيع. يا الله سبحان الله سبحان الله، إنه ثلج. خليكم خليكم خليكم. طبعا يا شباب شوفوا هذه جبال القوقاز، شوفوا القرية الصغيرة هذيك اللي عايشة هناك وسط الاسكيم، يعني وسط الفريزر. شوفوا سبحان الله، هذه جبال القوقاز. طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي. من أماكن أخرى في جورجيا وبالتحديد من باتومي، أكبر شلال في باتومي. كنتم ملاحظين باتومي تتميز بالبحر الأسود وبالشلالات وبالجبال وبالأمطار. كنتم شايفين كيف؟ حقيقة الأجواء هنا خيال والله، روعة. باتومي very 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 good. It's best. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله. طبعا أنا الآن في شاطئ باتومي. طبعا زي ما انتم شايفين الشاطئ فاضي تماما، لكن في الصيف يكون فل الفل. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، يعني مع انه والله الان الاجواء 100 الاجواء، لكن حقيقة شاطئ مميز جدا. قلب بالحق تعلق
وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه. أخباركم يا شباب؟ عليكم بخير يا رب. الفندق هذا فندق الشيخ هزاع بن زايد، مستثمر اماراتي. الفندق الطويل ده، وهذا فندق الريتز. والمنطقه اللي احنا فيها دي اسمها منطقه روستافيلي. المنطقه هنا اللي فيها اسمها منطقه روستافيلي. اغلى شيء هنا بس اللي هو الفنادق. الحياه هنا كلها الاكل الشرب اي حاجه كله ده رخيص جدا. اغلى حاجه هنا في المكان ده بس. من جورجيا ومن حدود باتومي جورجيا في تركيا. هذه هي الحدود. هذه الحدود تبعد تقريبا 200 كيلو يعني بالضبط من باتومي الى طرابزون. لكن حقيقه انا انصح بعدم السفر في هذا الطريق، لانه طريق صغير اصلا ومتعب، واعتقد من وصل جورجيا بكفيه او انه يوصل تركيا. اكبر ميدان في تبليسي طبعا، زي ما شايفين ما شاء الله تبارك الله عليه حركه. يعني هم الدوار يسموه ميدان. طبعا زي ما قلت لكم هذا شارع مارجان، هذا هو خلف. جولتنا حقيقة في ما أدري هو شارع كذا على النهر، لكن يبيعون فيها الأشياء القديمة جدا اللي تقريبا انتظرت من عندنا من زمان. هذا المكان الرائع في جورجيا. طبعا هذه المنطقة هي قلعة حصون للحروب، يعني صراحة شيء خرافي. وصلنا لها بعد. جورجيا خيال، كل شيء، بحر، جبل، كل شيء حلو حقيقة. حتى الأسعار في جورجيا 100. أنا من هذه الأماكن الحلوة في جورجيا. يقول لكم حياكم الله، تعالوا معانا أحلى سياحة مع أحلى تنظيم وتنسيق، شيء مرتب مع مكتب الأمير. نقول لكم يلا إلى أماكن أخرى في بنتومي. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام